لكل الرجاله والشباب اسمعوني كويس، في 5 حاجات بتعملها كل يوم بتدمر هرموناتك الذكوريه وبتكسر رجولتك وبتقلل التستوستيرون في جسمك من الاخر، وتخليك تحس انك تعبان زهقان مش قادر وانت مش عارف ليه. النهارده هقول لك على اخطر 5 عادات بتمسح هرموناتك من غير ما تحس، ويلا بينا نبدا. رقم 1، استخدام الموبايل في الجيب طول اليوم. الموبايل بيطلع اشعاع كهرومغناطيسي، والاشعاعات دي لما تبقى قريبه من الخصيتين بتاثر على انتاج الحيوانات المنويه وبتقلل التستوستيرون. دراسه عملوها في اوروبا اثبتت ان اللي بيشيل موبايل قريب من جسمه دايما هرموناته اقل بنسبه واضحه. رقم 2، الاكل السريع والمقليات والزيوت المهدرجه. كل مره بتاكل برجر من بره او بطاطس مقليه زيت مش معروف، انت بتدخل جسمك دهون مضره بتخلي الكبد يشتغل زياده، وده بيأثر على توازن الهرمونات ويقلل التستوستيرون. الاكل ده بيزود هرمون الانوثه كمان ويسبب الكرش. رقم 3، السهر لفترات طويله وقله النوم. النوم مش رفاهيه، ده المصنع اللي بتجدد فيه التستوستيرون. لو بتسهر للصبح وتنام اقل من 6 ساعات انت كده عملت حاجتين بتدمر نفسك بيهم تماما، انت كده بتوقف انتاج اهم هرمون رجوله في جسمك. دراسه من جامعه شيكاغو بتقول ان قله النوم بتقلل التستوستيرون بنسبه 15% في اسبوع واحد بس. رقم 4، شرب المشروبات فيها سكر كتير او صودا. كل مره تشرب فيها بيبسي او مشروب طاقه اعرف ان السكر بيرفع الانسولين، وده بيكسر التوازن الهرموني في جسمك وبيخلي جسمك يحول التستوستيرون اللي هو هرمون الذكوره لهرمون انوثه الاستروجين، وده مدمر. رقم 5، التوتر والضغط النفسي المزمن. كل ما تبقى متوتر او مكتئب جسمك بيفرز الكورتيزون، وده العدو الاول للتستوستيرون. لو الكورتيزون عالي لفترات طويله هرموناتك الذكوريه هتنهار وتحس بخمول وكسل وفقدان الرغبه وحتى ضعف في التركيز والنوم. في النهايه لو بتعمل اي حاجه من دول ابدا من النهارده تصلحها، انت مش ضعيف، انت جسمك بيستغيث. غير اسلوب حياتك، نام بدري، كل اكل نظيف، ابعد عن السكر والتوتر، وسيبك من وابعد الموبايل عنك شويه. ده جسمك ودي رجولتك والقرار في ايدك. لو شايف ان الفيديو مهم ابعته لصاحبك اللي محتاج يسمعه قبل ما يفوت الاوان. والدال على الخير كفاعله، في رعايه الله.